وده بقى الجزء التاني من مسلسلنا. لو لسه ما شفتوش الجزء الاول روحوا شوفوه وتعالوا عشان نكمل. نرجع ليهم هما الاتنين بقى لما اتقابلوا، وساجي بيقول لها انا كنت فاكرك بس بتعرفي تعزفي على البيانو طلعتي كمان شاطره في الكاد. فبتقول له انا ما كدبتش في حاجه، الشقه فعلا في الدور التاني زي ما انت شايف كده وفي جنينه كمان. هما بيتكلموا هما الاتنين مع بعض، بتطلع بقى كيوري اللي بتقول لو المستاجر مش عايز يستاجر خليه يمشي بقى، لكن بتتفاجئ لما بتلاقي ان هو ساجي قدامها فبيغم عليها طبعا من الصدمه. بوم بقى بتكون بتكلم عمتها وبتقول لها انا مش عايزه اجر الاوضه لولد، فهي بتقول لها ليه ده مش اي ولد ده ساجي يا بنت. فبتخليها تحلم معاها كده وبتقول لها لو ساجي رجع اتشهر تاني ايه اللي هيحصل، كل المعجبين هيجوا عشان يعرفوا هو كان ساكن فين، وساعتها نقدر نأجر بقى الاوضه دي ب10 اضعاف السعر. وكيري بقى بتكون عماله تحلم ان هم لو عاشوا مع بعض اكيد هيجي ويتقدم لها. وبوم بقى اول ما بتسمع سيره الفلوس من هنا بتقول خلاص انا قبلت. وعمتها بقى بتديله قايمه كده وبتقول له هتعمل كل اللي مكتوب فيها، ومنها ان الفطار هيبقى الساعه 7 وما ينفعش تصحى بعد الفطار. وساجي بيقول لها ان هو بيصحى اصلا من الساعه 6، فهي بتقول له انت هتخليني اصحى 6 الصبح اعمل لك الفطار، بس ما علينا ممنوع بقى انك تقرب من حد من بنات الاثنين، ما ينفعش تمشي وانت لابس لبس مكشوف في البيت. والاهم من ده كله طبعا البوم هتقوله له، بتقول له ما ينفعش تقسط الدفعات بتاعتك ابدا، لكن ابنها بيقول لها قسط ايه يا حبيبتي، بيروح ويجيب لها ال5 مليون وبيديهم لها في وشها على طول. فبتستغرب كده وبتقول له هو انت شايل الفلوس دي كلها في شنطه السفر بتاعتك؟ فبيقول لها اه والله المدير بتاعي ادهم لي كده. فبتفرح قوي ان هو ادالها الفلوس كلها مره واحده كده، وبتقول له خلاص انا قبلتك. بيروح بقى عشان يوضب الاوضه، لكن بيلاقي بقى صوره ليها وهي صغيره، فبيقول لي هي نفس الضحكه، بس بيستغرب بقى ان هناك في بيانو، نفس البيانو اللي هناك ده هو اللي كان عندها في الكافيه. وبيلاقيها بقى اللي هي قاعده كده على السطح، فبيروح وبيقعد جنبها وبتيجي عشان تقوم، لكن ابنها بيشنكلها وفي نفس الوقت بيمسكها. بيقول لها لو عايزين اقومك قول لي بقى اللحن ده انت جايباه منين. فبتقول له خلاص هقول لك كل حاجه، دي اول اغنيه انا الفتها وغنيتها لما ماما ادتني البيانو بتاعي وانا صغيره. وبعد كده بتقول له يعني انت ازاي بقى عارف الاغنيه بتاعتي؟ بتقول لي هي بتظهر عندك في الاحلام بتاعتك، انت بتكذب عليا صح؟ فهو بيقول لها لا طبعا مش بكذب عليك ولا حاجه. بيقول لها ان استنتاجي اكيد ان احنا اتقابلنا مره واحده على الاقل لما كنا صغيرين. فهي بتستغرب كده وبتقول له اتقابلنا امتى مش فاكره. وبعدين بقى وهو نايم وبيحلم بتظهر بقى وش البنت في الحلم، فبيعرف ان هي بوم على طول. تاني يوم بقى بيكون في الحمام ولسه بيظبط نفسه كده، بيلاقي ان بنتها داخله عليه، لكن بيقفل الباب في وشها على طول. وبتروح بقى عشان تشتغل وبتكون متضايقه جدا ان كل المنتجات اللي عليها صورته هتتشال. وبتتخانق مع صاحب المحل اللي شغاله عنده، بتقول له حرام عليهم الشركه تتخلى عنه وهم يبقوا قاسيين كده معاه. وهو بيقول لها انا مالي يا لمبي يعني جايه بتقول لي الكلام ده ليه؟ فبتكون بقى بتشرب العصير بتاعه، لكن بقى بتلاقي ان هو جاي في وشها فبتتصدم. وبتقول له انت هنا من امتى؟ بيقول لها من زمان قوي لما كنت بتعزفي على البيانو الابيض بتاعك. فبتقول له انت عرفت منين ان انا كان عندي بيانو ابيض؟ وبيقول لها كان في كمان ملصق عليه ارنب صح؟ وبيجي بقى في الوقت ده صاحب المحل اللي بيتصدم لما بيشوفه، لكن بنتها بتدخله وبتخرج له تاني وبتقول له بقول لك ايه، هو انت ليه ما عملتش موقف مع الشركه بتاعتك دي؟ وبتقول له انا عارفه ان الفيديو اللي كان متصور ده فيك وان انت ما عملتش اي حاجه، انت فاكر نفسك يعني حمامه سلام ولا ايه؟ وبتقول له هي متعصبه انا عايزك بقى تاخد حقك. فهو بقى بيكون مستغرب هي متعصبه منه كده ليه، بس مش مهم، المهم اللي هو بيكون فرحان ان هي متعصبه بالطريقه دي عشان خايفه عليه. المهم بقى بيروح وبيشوف حد يكون معاه في الفرقه بتاعته، لكن ما بيلاقيش ان في اي حد مناسب. وفي الوقت ده بقى بيشوفوه الاثنين اللي في فرقه تاي اللي عاملين نفسهم مضروبين دولت، واول ما بيشوفوه بيطلعوا يجروا وبيسيبوه. فقال ابنها يسكت لهم لا طبعا بيطلع يجري وراهم لغايه ما بيجيبوا، وبيقول لهم مين اللي قال لكم تعملوا فيا الحركه دي؟ لكن هما الاثنين ما بيرضوش يقولوا اي حاجه وبيطلعوا يجروا تاني. وبيتكلموا بقى هما الاثنين في الوقت ده المساعد بتاع الرئيس، وبيقولوا ان ساجي رجع تاني الجامعه، وهو بقى بيروح وبيقول للرئيس ان هو رجع تاني الجامعه وكمان عايش دلوقتي مع بوم في البيت. والرئيس بيكون هيجن ان هو لسه لغايه دلوقتي ما سمعش كلامه وسافر بره او دخل الجيش. فبيقرر بقى المره دي يلعب عليهم تاني وبيديلهم فلوس اكتر، وبيقول لهم المره دي احنا عايزين نخرجه من الجامعه خالص. فعلا بقى الاثنين الشياطين دولت بيروحوا بيقابلوا طلاب تاني وبيعملوا هم كلهم مظاهرات قدام الجامعه، ويفضلوا بقى يشتموا في ساجي ويقولوا ده شيطان ولازم يخرج بره الجامعه بتاعتنا دي، لحد زمايله بيسيبوا الحصه وبيمشوا عشان مش عايزين يبقوا معاه. والمدرس بيقول لساجي ان العميد دلوقتي بتاع الكليه عايزك في كلمتين. ففعلا بقى ساجي بيروح وبيسمع كلامه وبيقول له بقى العميد ان انت لازم تسيب الكليه من هنا عشان انت جايب لنا سمعه وحشه. وساجي بيقول له انا مش هسيب الكليه ولا هسافر ولا هعمل اي حاجه، انا هفضل هنا لغايه ما اخلص. فالعميد بيقول له والله يا حبيبي مش بمزاجك، احنا هنا في 300 واحد مصوت ان انت تمشي من الكليه. فساجي بيقول له انا مش ماشي من حته وان انا هعمل فرقه وافضل هنا. فالعميد بيقول له لو انت عايز تفضل هنا جيب لي توقيع 300 طالب اللي انت هتفضل في الكليه. وساجي ابننا بيحب التحديات جدا، فقبل ما بيمشي بقى بيلاقي ان التليفون بتاع العميد بيرن برقم الرئيس، وبيعرف بقى ان الرئيس هو اللي عمل كده، وبيقول لهم خلاص تمام انا هجيب لكم ال 300. فالعميد بيقول له ال 300 قبل ما الساعه تيجي 6 يا حبيبي. ولما بتعرف اللي حصل مع ساجي بتروح علشان تقابل الرئيس بتاع الوكاله. فالرئيس فعلا بيقابلها وهو بيكلمها بيكون خايف جدا، وبيقول لها انت جايه ليه بقى؟ فبتقول له جايه عشان اقول لك ان ساجي ما عملش حاجه، وان انا شفت بعينيا كل اللي حصل، ان الاثنين دولت قعدوا يستفزوا فيه وهو ما عمل لهمش اي حاجه وهو عمل الفيديو ده. فهو بيقول لها انا هصدقك ازاي بقى، هو انت صورت الكلام ده؟ فبتقول له باين عليك بقى ان انت مش عايز تصدقني اصلا. ويقول لها انا مش عايز اصلا ادافع عنه لان هو دلوقتي ما بقاش معانا اصلا في الوكاله، هندافع عنه ليه؟ وبيقول لها ان ساجي دلوقتي بقى لوحده وان ما حدش بقى معاه. فهي بتقول له مين قال لك ان ما حدش معاه؟ انا معاه. وبيسالها كده وهو خايف امال ايه علاقتك بقى بساجي؟ فبتقول له انت مالكش دعوه وبتمشي وبتسيبه. بنشوف بقى تاي وهو في الحصه بتاعه التشريح وبيكون خايف جدا وبيمشي وبيسيب الحصه، لكن باباه بيروح وبيهزقه شويه وبيقول له انت هتسيب الفرقه بتاعتك ديت وتركز اكتر في الطب، ازاي تبقى ابن رئيس المستشفى ومش عايز تكمل في الطب؟ وبيزعله شويه وبيمشي. بيجي بقى الفرقه بتاعه تاي كلها بقى المره دي
وبيقولوا له انت مش هتعمل فرقه هنا عندنا، وان احنا عرفنا ان انت بتنجح بالرشاوي وان انت حتى مدي مليار وون للمستشفى. بيقول لهم وايه يعني حتى ادي مليار وون للمستشفى بتاعه الجامعه انتوا مالكم؟ بيقول لهم لو انا بدفع رشاوي فعلا عشان انجح ما كنتش هاجي وامتحن معاكم اصلا. وبعدين بيسالهم انتوا عرفتوا منين بقى؟ بيقولوا ان الشركه بتاعتك قالت كل حاجه. بيستغرب ان الشركه صرحت بالحاجه دي وهو اصلا عاملها كده من تلقاء نفسه. وبنشوف بقى بوم وهي جايه في الوقت دوت ولابسه دبدوب وبتفضل تغني ليه، وفعلا الطلاب كلهم بيتجمعوا بقى، وبعد ما بتخلص بقى بتقلع الدبدوب ده بيقول لها انت كنت مدهشه، ايه الصوت الجميل ده؟ فبتقول لهم دلوقتي سمعتوا كلكم عرض كده ببلاش، بس عايزه منكم حاجه واحده بس، توقيع. اي حد عايز يخش معانا الفرقه يوقع دلوقتي حالا. وبيرموا بقى الورق وكلهم فعلا بيروحوا بيوقعوا، واللي بيروح معاهم كمان هو كل بيكون من فرقه اصلا تاي. فهو بيقول لهم يعني هو بياخد مننا الناس، طب انا هوريه بقى. الساعه بقى بتيجي 6 وبيكون لسه فاضل لهم صوت واحد، والعميد بقى بتاع الكليه بيبقى جاي بقى عشان يشوف ايه اللي حصل. لكن تاي في الوقت ده بيجي بقى وابننا لسه هيتخانق معاه وبيقول له سيبنا في حالنا، لكن هو بقى بيروح وبيوقع على الورق. فكلهم طبعا بيتصدموا هو ازاي يروح يوقع الورقه دي وهو قائد اصلا الفرقه الثانيه. والاتنين اللي معاه في الفرقه بقى بيقولوا انت عملت كده ليه؟ عشان انت قلت لنا ان انت هتساعدنا. لكن هو بيقول لهم اللي هو سمعهم بقى وهم بيتفقوا عليه. هو كان فاكر ان ساجي فعلا اذاهم، لكن طلعوا هما الاتنين كدابين، فهو هيوريهم بقى يعمل فيهم ايه. فهنا بقى بيفرح وبيجي عشان يسلم عليه، لكن هو بيروح لابوه وبيقول له انا عملت كل ده علشان العميد بقى بيكلم الرئيس وبيقول له انا مش هعرف اعمل اي حاجه لان انا وعدت دلوقتي وما ينفعش اخلف الوعد بتاعي. ساجي بقى بيعزم الفرقه اللي بيكون فيها 300 واحد على العشاء، لكن ما بيجيش منهم الا ابطالنا. استغرب هما ليه ما جوش، لكن بو بتقول له ان الامتحانات خلص على الابواب وكلهم بيذاكروا، وبيقعدوا بقى هما يتكلموا ويضحكوا ويهزروا كده شويه لغايه ما بيخلصوا. وفي الوقت ده بتيجي مكالمه لساجي من مدير اعماله وبيقول له ان بوم راحت النهارده للرئيس وقابلته، وبيقول له انا كنت سامع كل اللي حصل وبيحكي له كل اللي حصل بينهم. فبيقول له خلاص دلوقتي سلام انت، وبيخرج لهم بقى بيلاقي ان في حد بيراقبه وبيجي عشان يجري وراه، لكن الشخص دوت بيهرب. المهم بقى الشله بتقول لابننا ان هم رايحين دلوقتي المكتبه عشان يذاكروا، فهو بيقول لهم كلمه مذاكره، ايه الكلمه الغريبه دي؟ لكن لما بيعرف ان بوم رايحه بيقول خلاص انا هروح معاك. لكن ابننا بقى اول ما بيروح المكتبه بينام طبعا، بس بيكون كل اللي شاغل دماغه هو ليه الرئيس بيعمل معاه كده. المهم بقى تاي بيروح البيت بيلاقي ان باباه مكسر كل الالات الموسيقيه بتاعته، وكمان بيقول له انت هتسيب الفرقه، وبيفضل يهينه بقى شويه، وكمان بيهين بوم وبيقول له انت بتعمل كل ده علشانها، البنت دي يتيمه اصلا وان هي مش هتناسبنا وان احنا هاي جدا وهي فقيره. لكن تاي بيقول له انت عايز تشتمني اشتمني، بس كله الا بوم، وبيمشي وبيسيب له البيت. فهيروح بقى فين يعني؟ هيروح عند بوم طبعا البيت، وبيروح بقى عشان يسكن مع البطل في نفس الاوضه. وطبعا بطلنا ما بيكونش راضي، لكن بوم اول ما بتسمع بقى ان في فلوس تاني بترضى عادي، وبيروح بقى علشان يناموا. لكن بطلنا ما بيكونش طايق وبيقول له بقول لك ايه هنعمل بينا حدود وما تتخطاهاش. الرئيس بقى بيكون نايم وعمال يحلم اللي هو كان سايق وهو سكران العربيه وخبط في عربيه، وبيصحى من النوم وبتكون برده الساعه 6 الا ربع. المهم بقى ابطالنا كلهم بيروحوا علشان يشوفوا الاستوديو الجديد، بيلاقي ان هو مكركب جدا، اللي بينضفوا كل حاجه، بس عمليا بنتنا هي اللي عملت كل حاجه، ابنها ما كانش عارف يعمل اي حاجه. اقف بقى في الوقت ده على ظهر ساجي علشان تعلق الستاير، لكن بتقع وبيجي هو عشان يمسكها، ويفضلوا هما الاثنين بقى باصين لبعض شويه كده بطريقه رومانسيه. بس المكالمه طبعا بتفصلهم، بتكون المكالمه دي من جينا اللي بتقول له بقول لك ايه انا عرفت ان انت هتعمل فرقه جديده، ايه رايك استثمر فيها؟ اللي بيسالها هي بوم بتباع لك اغاني، فبتقول له هي بنت شاطره جدا بس كانت محتاجه فلوس. وجينا بتقول له ايه رايك ابقى الراعي بتاع الفريق بتاعك بس من غير ما بابا يبقى عارف. فهو بيقول لها لا يا ستي احسن ما يكرهنا اكتر ما هو بيكرهنا. بوم بقى بتمشي عشان وراها شغل، لكن بقى ابننا بيوقفها وبيقول لها احنا هنتدرب 3 ايام علشان هيكون ورانا شغل كتير. فبتقول له ان هي مش هتعرف تتدرب معاهم بسبب شغلها، لكن اكيد هتتدرب مع نفسها. بتروح بقى الشغل بتلاقي ان البيانو بتاعها اتباع. بوم بقى بتروح عشان تتخانق مع الرئيس لان هو باع البيانو اصلا اللي هي بتشتغل بسببه. هو بيقول لها انت قلت لي ان انت هتشتريه بس في حد جه واشتراه بسعر اعلى، وبيقول لها خلاص دلوقتي ما تجيش بقى الشغل تاني لان خلاص ما فيش بيانو. ففعلا بقى بتمشي وتروح البيت وهي متضايقه جدا، وبتطلع فوق السطح بتلاقي ان البيانو موجود، واللي بيكون اشتراه هو البطل بتاعنا. وبيقول لها انا عارف ان انت بتروحي تشتغلي هناك عشان البيانو، فانا قلت استثمر فيك. فبتقول له انت عملت معايا كده ليه؟ بيقول لها عشان دلوقتي هتبقي معايا في الفريق وهنفضل مع بعض كتير قوي. وبيخليها فعلا تعزف له على البيانو، وهو بقى بيعزف معاها بيلاقي ان في حد لسه بيراقبه، وبيروح بقى علشان يشوف هو مين الشخص ده، وبيعرف بقى ان هو المساعد بتاع الرئيس. فبيروح بقى للرئيس بتاعه وبيقول له هو انت بتتصرف معايا كده ليه؟ انا حاسس ان انت بتتصرف بطريقه مش منطقيه. وبيقول له انا عارف ان انت مش عايز تقول لي اي حاجه، بس انا دلوقتي هعمل معاك تحدي وهنشرب انا وانت، واللي هيكسب فينا هيقول الحقيقه للتاني. فبيفضل يشرب بقى بطلنا، وبعد كده بيرجع بيقول له هو ايه اللي حصل بقى من 6 سنين. لكن الرئيس طبعا ما بيكونش عايز يخسر، فبيفضل يشرب البطل بتاعنا وهو ما بيشربش. فبطلنا هو اللي بيخسر بقى، وبعد كده بيعتذر من الرئيس وبيمشي وبيسيب. بيركب بقى التاكسي وهو عمال يفتكر في حاجات كده من الماضي، وبيقابل بقى بطلتنا قدام بيت، فهي بقى بتكون قلقانه عليه جدا، لكن هو بقى بيقرب منها وبيقول لها باسمها الدلع بوم بوم. هو بيحضنها بقى وهي بتكون مصدومه لان مامتها هي اللي كانت بتقول لها الدلع ده. فيا ترى بقى ايه اللي حصل معاهم من 6 سنين والرئيس مخبي ايه عليهم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. ولو عجبتكم الحلقه دوسوا لايك واشتركوا في القناه، وخليكم دايما متابعينا كوري في السريع علشان كل جديد يجيلكم في السريع. وسلام.